الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. حلقة اليوم في فضل الحرز النبوي في هزيمة الجن والشياطين ودفع أذاهم بإذن الله، وفي فضل هذا الذكر في رفع الدرجات وتكفير الذنوب والخطايا. ونرى كيف يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال في هذه الرؤى لهذه المعاني. قبل البدء في الموضوع نقول أنه من الطبيعي أن شخص مصاب عندما يستمع لهذه الحلقة أو بعدها من الطبيعي أن يجد في نفسه نفور مني أو من القناة، أو يجد تعب وضيق. كلما كان الأذى والسحر أكبر وأعظم كلما كان الضيق والتعب والنفور أكبر وأعظم. فإن وجدت ذلك فتيقن أن في هذه الحلقة الشفاء والدواء لك بإذن الله. سبب طرح هذه الحلقة من أخت اقترحت علي، طلبت مني أن أشارك رؤى رأتها بعد أن بدأت في المداومة على الحرز النبوي، تقول لأكثر من 600 مرة في اليوم، لأن لها أخ مصاب بسحر أسود، وبدأت تقول هذا الحرز بنية شفاء هذا الأخ، وتطلب منكم الدعاء له، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى. تقول مع بداية الرقية والعلاج بدأت قطط سوداء تدخل وتتردد على البيت، يعني في الواقع تأتي القطط إلى البيت، وهذا يتيح الفرصة أو المجال أن نقول أن من علامات البيت المسحور وخاصة السحر المرشوش أن تتردد عليه كثيرا دخول القطط بأي لون، سواء أسود أو غيره، يكثر تردد القطط بشكل ملحوظ. كذلك من علامات البيت المسحور أن تظهر فيه الحشرات بأشكالها المختلفة، أو النمل يكون بشكل ملحوظ وبأعداد كبيرة، وهذا يدل في الأغلب على السحر المرشوش. طبعا الرؤية تقول أنها كررت الذكر حوالي 600 مرة، وهذا جائز كما في الحديث في رواية أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل 10 رقاب، وحط عنه 100 سيئة، وكتب له 100 حسنة، وكن حرزا له من الشيطان سائر يومه إلى الليل، ولم يأتي أحد بأفضل مما قال إلا من قال أكثر. يعني يجوز أن نقوله أكثر ولو لآلاف المرات إن استطعنا. بعد أن بدأت الحرز وداومت عليه تقول: رأيت كأن قط أسود ضخم جاء إلى البيت وكان غاضب يريد أن يضربني، فأتى مخلوق غريب كأنه طائرة شراعية بيضاء فالتف على هذا القط، فصرخ القط صرخة مدوية هزت حوش البيت. القط الأسود يدل على الجن أو الشيطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكلب الأسود شيطان، هو شيطان الكلاب، ويكثر تشكل الجن في صورة الكلب الأسود. كذلك القط الأسود، والكلام للشيخ ابن تيمية رحمه الله، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره، معللا ذلك بقوله: لأن فيه قوة الحرارة. جاءت طائرة شراعية بيضاء فالتفت على القط. الطائرة الشراعية البيضاء هي هذا الحرز النبوي الذي رددته كثيرا قبل الرؤيا. الطائرة تدل على النصيب من خير أو من شر، في قوله تعالى: قال طائركم عند الله، يعني نصيبكم من الخير والشر. وهذا الحرز يجتمع فيه معنى الخير والشر، خيرية هذا الذكر وفضله، والشر الذي يلحق بالجن والشياطين بسبب هذا الذكر فيكون وبالا عليه. شراعية يعني من الشرع والتشريع، هذا الذكر الذي هو من تشريع الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وكان يريد أن يضربني، يعني يضر بي، يريد أن يضرها يؤذيها، يعني يعاقبها. أي نعم، هي الرؤية قالت الذكر بنية شفاء أخيها، ولكن الرؤية تدل على أن هي أيضا بها من الأذى. صرخ صرخة مدوية هزت حوش البيت. سبحان الله، نتأمل مدى تأثير هذا الذكر على الجن والشياطين أو خدام السحر، أنه يؤثر عليهم هذا التأثير العظيم، يعني أنه يتألم بقوة بسبب هذا الذكر. بعد أن رددت أيضا هذا الذكر مرات عديدة بنية شفاء أخيها، رأت رؤيا أخرى، رأت أيضا قط أسود موجود في غرفة، وقع في نفسها أنه المس الخاص بأخيها، فتقدمت لتقتله وهي تقرأ آية الكرسي، فنظر إليها نظرات غاضبة كأن عينيه ستخرج منها النار، وكان يتوعدها، فشعرت ببعض الخوف، ولكن تقدمت بثبات فطأطأ رأسه لأسفل.
وفي اللحظة رأت قط آخر أسود صغير الحجم يهرب بعيدا وهو يترنح. هذه الرؤية تدلنا على أنه يتأثر فعلا الجن إن قلنا الحرز النبوي بنية شفاء شخص آخر، لأن طبيعة البشر تختلف. بعض الناس قالوا أنه عندما بدأوا هذا الحرز النبوي بدأوا يشعروا بالموت كأنهم سيموتوا. هناك من يصمد ويستمر ويقاوم، وهناك من لا يستطيع، وهذا بسبب اختلاف طبيعة البشر. الرؤية الثانية تقول الرائية: رأيت كأني أجري في شارع تطاردني 2 من الكبرى، يعني حيات الكبرى، وكان حجمها كبير ولونها أسود وطولهم جعلني مثل القزم، يعني الرؤية تحولت لقزم، وأنا أهرب في الشوارع وأجري. ثم التفت بوجهي ورفعت السبابة وقلت لا إله إلا الله، فتجمدت حيات أو كبرى كبيرة سوداء ترمز إلى تشكل الجن. في الحديث الذي رواه ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجن 3 أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويذعنون. وصنف حيات، حيات تشمل الثعابين، الحيات، الأفاعي، وسوادها يدل على القوة والشدة ويدل على السحر الأسود. تحولت الرائية لقزم. القزم هو ما يكون متوقف عن النمو، لا ينمو، وهذا يدل على سحر وقف الحال أو سحر التعطيل، وسبق وتكلمنا عنه في فيديو آخر. رفعت السبابة يعني أخذت بالأسباب، تأخذ بالسبب الذي هو علاجها وشفاؤها في هذا الحرز النبوي. قالت لا إله إلا الله فتجمدت. قول لا إله إلا الله هو رمز لهذا الحرز النبوي، لأنه من المعتاد في علم التعبير أن كلمة ترمز إلى أمر آخر، فهذه الكلمة كلمة التوحيد ترمز للحرز النبوي لأنه تصدقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتجمدت يعني تحولت لجماد، والجماد هو عكس الحي، يعني ما لا روح فيه، يدل على موت هذا الجن خادم السحر بفضل هذا الذكر بإذن الله. كذلك لو قلنا في تجمد الماء، جمدت الماء يعني أصبح الماء ثلج، الثلج هو ضد وعكس طبيعة الجن المخلوق من النار، فهذا أيضا يدل على موته، والله تعالى أعلى وأعلم. الرؤية الثالثة تظهر فضل هذا الذكر بفضل الله في تكفير الذنوب والخطايا. تقول الرؤية: رأيت كأن نمل أسود له أحجام مختلفة، منه صغير ومنه أكبر، يمشي على يدي اليمنى، خفت منه وذهبت لأغسله بالماء فظل ملتصق، فقلت سبب الظهور وقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. النمل هنا يرمز إلى الذنوب والخطايا، وخاصة الذنوب التي هي عن طريق اللسان. كانت الأحجام مختلفة، منه صغير ومنه ما هو أكبر، يعني الذنوب منها ما هو لمم ومنها ما هو أكبر. خافت منه يعني خشية الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ذهبت لتغسله يعني همت بالاستغفار من هذه الذنوب. الحديث في رواية السيدة عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. فقالت سبب الظهور هو هذا الذكر. الظهور يعني الطهور، سبب الطهور من هذه الذنوب وهذه الخطايا وهذا الذكر، كما قلنا في الأحاديث الصحيحة أنه يمحو الله به الخطايا وتكتب به الحسنات وترفع به الدرجات، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.